لن تصدق، شاهد الكاميرات الخفية ترصد لقطة صادمة لمدرب المنتخب البلجيكي مع الحكم قبل المباراة وتسبب في إلغاء الهدف الأول لحكيم زياش. تفاجأت الجماهير المغربية قبل قليل بلقطة صادمة وغير متوقعة رصدتها كاميرات خفية لمدرب المنتخب البلجيكي مع حكيم مباراة المغرب وبلجيكا، وذلك قبل المباراة، وتسببت في إلغاء الهدف الأول لحكيم زياش. وإليكم باقي التفاصيل. ورغم الفوز الكبير والمستحق للمنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي ب2-0، فإن صدمة إلغاء الهدف الأول للمنتخب المغربي والذي سجله اللاعب حكيم زياش ما تزال في أذهانهم، وتطرح التساؤلات عن سبب إلغاء الهدف، بالرغم أنه واضح وضوح الشمس أنه لم يكن هناك أي تسلل ولا لمس للكرة. حيث بعد فرحة الجماهير المغربية بالتسجيل الهدف الأول، اتصل الحكم بغرفة الفار ليحضر الجماهير المغربية خبرا كالصاعقة التي نزلت عليهم، والذي كان غير منطقي ولم يتقبلوه، وأكد الانحياز الواضح للتحكيم للدول المتقدمة وظلم الدول العربية. وتفاجأت الجماهير المغربية قبل قليل بلقطات صادمة وغير متوقعة رصدتها الكاميرات الخفية لمدرب المنتخب البلجيكي مع حكم المباراة، وذلك قبل مباراة المغرب وبلجيكا، حيث أكد البعض أنها كانت السبب في إلغاء الهدف الأول للمغرب، وكادت أن تتسبب في خسارة المغرب، حيث حسب ما رصدت الكاميرات فإن المقاطع المسجلة تبين لقاء المدرب البلجيكي والحكم قبل المباراة، حيث دار بينهم حوار طويل ومصافحة وكأنه اتفاق على شيء ما. هذا ما جعل الجماهير المغربية تشك في أن القضية مؤامرة، والله أعلم.